ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ معاكم لؤي من سكاي ابو ظبي. خليني اشرح لكم احنا نازلين دلوقتي بالكومباوند بتاعنا الجديد في الجولدن سكوير، كومباوند بلو تري. لما احنا نزلنا بالكومباوند احنا نزلنا بلوكيشن مميز جدا في الجولدن سكوير. احنا نازلين سور في سور مع النادي الاهلي، ظهرنا على طول في كومباوند ليان وبي جي كي، فاحنا بنتكلم ان احنا في حته ليفبل بقى لها اكتر من 3 و4 سنين في الجولدن سكوير. خليني اقول لكم احنا مين. سكاي ابو ظبي واحده من شركات دايموند جروب في الامارات. صاحب الشركه هو معالي صالح بن نصر العمري. احنا كان لينا طبعا مشاريع كتيره قوي عملناها في ابو ظبي في الامارات، وبعد كده كان اول مشروع نزلنا بيه في مصر كان مشروع ريزيدنس 8 في العاصمه الاداريه. كومباوند كله سولد اوت في 9 شهور، بنتكلم في اولموست 50% من الكونستراكشن طلع هناك. احنا شركه عندنا بتبقى فيها كل حاجه بتحصل ان هاوس. عندنا شركه كونستراكشن دي شركه اسمها اس 2 اي، بلس ان احنا عندنا بعد كده بمشروع ثاني اللي هو كابيتال افريو، ده كان كوميرشال اريا بتاعتنا في العاصمه برده، وده ثالث مشروع لينا اللي هو بلو تري. خليني اشرح لكم المشروع بلو تري بالظبط مكانه فين. اول حاجه احنا عندنا هنا ده كده كومباوند ليان، عندنا كده كومباوند في جي كي، وده هنا عندنا النادي الاهلي. احنا سور في سور مع النادي الاهلي على طول. من الناحيه دي كده لو كملنا على طول هنلاقي عندنا طريق المون ريل، وبعد كده في عندنا صودك فيلات وليك فيو ريزيدنس. كومباوند عندي متقسم عندنا 50 فدان. اول حاجه في عندنا كوميرشال اريا اللي قدام خالص دي، بنتكلم في افريج 6.25 فدان، تبقى كلها باصه ناحيه الشارع اللي ما بيننا وبين ليان. بص بالظبط في عندنا بارك على مساحه 10 فدان. عندنا بعد كده بقيه الكومباوند كله العمارات جي بلس 4. السايت بتاع العماير كلها معمول بديزاين مودرن، تلاقي العمارات كلها من بره واخده الشكل بتاع البانوراما. احنا الشركه اللي عامله لنا الماستر بلان شركه اسمها جي زد ام كي. الشركه دي بيزد في كاليفورنيا، دي عامله مشاريعها في اكتر من 56 دوله. بالنسبه للمشاريع اللي عملتها في مصر، كانت عامله مشروع مراسي باي، عامله مشروع داون تاون ميفيدا، وكانت عامله الفيز بتاعت سودك كارمال والفيز بتاعت فاي. بالنسبه للاندسكيب احنا جايبين شركه اوكو بلان، دي اللي ماسكه اللاندسكيب عندنا، عامله كولابريشن مع شركه جي زد ام كي عشان تخلي الشكل بتاع اليونتس نفسها متماشي مع الشكل بتاع اللاندسكيب. خلينا برضو نركز بالنسبه للفاسيلتيز اللي موجوده في الكومباوند. هتلاقوا في شارع واحد بس لافف حوالين الكومباوند كله، وده بيكون ميزته ايه؟ بيبقى ميزته ان احنا بنكتر مكان اللاندسكيب، بيبقى ساعتها ان احنا عاملين البارك في النص دي بتبقى سيف اكتر للاطفال، انت مفيش عندك شوارع. بلس عندنا طبعا البارك نفسها من النص متقسمه، في عندنا كيدز اريا، في يوجا زون، في عندنا ريلاكسنج ارياز برضو. بلس ان احنا عندنا كل عماره بيكون فيها اندر جراوند باركينج، فدي برضو بتقلل شويه ان ما يكونش فيه اي عربيات موجوده في الكومباوند من فوق. كومباوند فيه فاسيلتيز ممكن تكون موجوده في كومباوند بحجم 300 فدان، احنا عاملينها في كومباوند 50 فدان. بلس طبعا برضه هيكون في عندنا كلاب هاوس جوه الكوميرشال اريا نفسها، فانت عندك كل حاجه ممكن تكون محتاجها جوه الكومباوند بتاعك. خليني اخش لكم برضه في تفاصيل اكتر بالنسبه للمساحات. عندنا الغرفتين نوم بتبدا من اول 115 متر لحد 135 متر، في عندنا الثلاث اوض نوم اول 145 متر بتوصل عندي لحد ال 175، وفي عندي المساحه الاكبر شويه هي ال 185 متر، دي بتكون ثلاث غرف نوم بلس ليفنج روم بتوصل عندي لحد ال 205 متر، وفي عندي مساحه الدوبلكسات 270 متر برضه معاها ارض بجاردن، معاها مساحه جنينه كبيره. احنا بنتكلم في سعر متر بيبدا من اول 33000 جنيه. برضه احنا نازلين ببيمنت بلان حلو قوي، ندفع دلوقتي 10% داون بيمنت، وبعد كده بنقسط الباقي على 8 سنين بتبقى كلها ايكوال انستولمنت.